السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله يا إخوة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: إن الله قد وهب ذنوبكم عند الاستغفار، فمن استغفر الله بنية صادقة غفر الله له، ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه، ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث يا إخوة: من استغفر الله بنية صادقة غفر الله له، ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه. وكلمة لا إله إلا الله هي أثقل شيء في الميزان، ومن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قادمون على يوم جمعة وليلة جمعة، فلنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.